أتحداهم إن كنا أخطأنا مرة، إن كنا ارتكبنا خطأ واحدا في مسيرتنا الطويلة. ومع ذلك يأتي الكونغرس ليقول إننا منظمة إرهابية. كيف؟ لا أدري، هو يقرر وعلينا أن لا نستمع. لقد عرضنا على الإدارة الأمريكية على مدى سنوات تشكيل لجنة فلسطينية أمريكية للبحث في مكانة منظمة التحرير الفلسطينية السياسية والقانونية، حتى نثبت لهم بأن منظمة التحرير هي منظمة ملتزمة بتحقيق السلام وبمحاربة الإرهاب، وأن قرار الكونغرس بشأنها هو قرار تعسفي وغير قانوني وغير مبرر، ويتجاهل بشكل متعمد الاتفاق الرسمي مع الإدارة الأمريكية لمحاربة الإرهاب. هذا الاتفاق الذي عقدناه مع 83 دولة أخرى، يعني نحن لدينا بروتوكولات مع 83 دولة من دولكم تحت عنوان محاربة الإرهاب، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومع ذلك الكونغرس يسمينا إرهابيين. ورغم كل ذلك فإنني ومن على هذا المنبر الموقر أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال القادمة. وهذا جزء من التفاهمات موقعة، رسالة موقعة من الإدارة الأمريكية بيننا وبينهم حول كثير من القضايا الآن تجاهلوها جميعاً. أيتها السيدات والسادة، للتأكيد على تمسكنا بالسلام وحل الدولتين وبالمفاوضات التي لم نرفضها في يوم من الأيام سبيلاً لتحقيق ذلك، أنا أتحدى إن كان طلب منا مرة واحدة أن نجلس على طاولة المفاوضات ونرفض، بل على العكس تماماً، دعينا أكثر من مرة من أكثر من دولة منكم هنا وقالوا لنا تعالوا لنجلس سيد نتنياهو وأنتم لنجلس سوياً، وكنت أوافق في كل مرة وأتحدى إذا وافق مرة واحدة وأتحدى إذا رفضنا مرة واحدة. أيتها السيدات والسادة، للتأكيد على تمسكنا بالسلام وحل الدولتين بالمفاوضات التي لم نرفضها في يوم من الأيام سبيلاً لتحقيق ذلك، ومن أجل إنقاذ عملية السلام، عرضت في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 فبراير من هذا العام مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المجمع عليها أممياً، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية. وسوف نقوم بتوزيع هذه المبادرة كاملة على حضراتكم بأمل تبنيها من قبل جمعيتكم الموقرة. وهنا أجدد القول بأننا لسنا ضد المفاوضات إطلاقاً ولم نرفضها يوماً، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام. نحن لا نؤمن إلا بالسلام طريقاً للوصول إلى قضيتنا كما قلت في المقدمة، ولا نؤمن بالعنف والإرهاب، وأعلنا ذلك مراراً وفي كل المناسبات. ماذا هو مطلوب منا؟ مفاوضات على أساس الشرعية الدولية. طب إذا كانت الشرعية الدولية منذ 47 إلى اليوم لا يحترم قرار واحد منها، ثم يتحدثون عن حلول. أية حلول؟ إن السلام في منطقتنا لن يتحقق بدون تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها كافة،
في كثير من الذين يحاولون أن يتذاكوا علينا